انتم الاخوان فطور بركاني. دابا الاخوان رحنا في جماعة سيدي سليمان الشراعة. هي البرتقالة. ما ينبغي إذن أن يفهم بأن لأحد كيفما كان خاصية الرزق أو خاصية التأثير، أي تأثير في مجال الرزق. الرزق راه خاصية من خصائص الربوبية. يكذب عليك الكذاب إذا يقول لك بأنه هو فلان أو علان يتدخل في شأن رزقك، أبدا، هذا شأن رباني لا علاقة له بعالم الأسباب إطلاقا. كيبقى الشيطان يوهمك، ما دير هذا الامر ديال الخير، فلان ما يعجبوش الحال، وهادو غيديروا لك، وهاد الشركه تطردك من الخدمه الا لقاوك كتصلي في الوقت وكتقطع لهم الخدمه ديالك بالصلاه وكذا. واحد هذا اوهام. ربي قال لك راه غادي توصل، غير سير لها بالطريق المزيان. فانا قدرت لك رزقك ووقته لك، سيصلك في وقته في موعده، لن يتخلف ولا قيد دقيقه ولا قيد ثانيه ولا قيد انموله، سيصل. وإنما عليك أن تتسبب إليه بكسب مشروع، فإن أبيت فلك أن تتسبب إليه بكسب ممنوع بسبب غير مشروع، بسبب حرام محظور، فلك ذلك أيضا. هذا الابتلاء الآن يعني كما هو واضح وجلي. يعني كاين اللي بغى يأكل يعني المقادير والمحاصيل ديال الشعوب، ديال ملايين ديال الناس، يعني حفنة من البشر تريد أن تحصل على كل أرزاق الكرة الأرضية، ويعيش الآخرون تحت رحمتها جوعا وفي إطار خدمتها وفي إطار التبعية لها. هذا الظلم فين كاين وهذا الخلل فين كاين؟ لأن الله حينما قسم الأرزاق قسمها عادلة سبحانه وتعالى، وليس معنى العدل أنه يعطي لهذا قدر اللي يعطى لهذا، لا، بل عدله يتجلى في حكمته. هذه العقيدة الجميلة التي تجعل القلب المؤمن السائر إلى الله حينما يعتقدها وحينما يتعلق بها يشعر بالأمن ويشعر بالأمان ويشعر بالسلم والسلام في سيره إلى الله، لا يخشى لومة لائم ولا يتردد في أمر يرضي الله جل وعلا أن يفعله، ولا في أمر يسخط الله جل وعلا في أن يتركه، لأنه آمن بأن الله وحده له الخزائن، له الملك، له الرحمة، له الرزق دون سواه. ومع قوله جل وعلا أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين. وهذه البصيرة الجديدة في هذا السياق وفي هذا الموطن من كتاب الله جل وعلا مما جعل فيه هذا السؤال وهذا الإضراب وهذا النوع من الإنكار على الكفار حينما جادلوا محمدا عليه الصلاة والسلام وجحدوا وألحدوا، فجعل الله يقرعهم بحقائق الخلق مما خلق مما ورد في السياق قبل، وجعل سبحانه وتعالى يذكر خصائص ألوهيته، خصائص ألوهيته وخصائص ربوبيته التي بها استحق أن يوحد إلها، خصائص الربوبية التي بها استحق أن يعبد إلها واحدا. من هذه الخصائص ما نذكره اليوم في هذه الآية المباركة أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وقضية الخزينة الإلهية، خزينة الرزق، خزينة الرحمة، أو الخزائن بالأحرى، هذا أمر عظيم جدا في الدين على مستوى العقيدة وعلى مستوى التوكل، ثم بعد ذلك على مستوى السلوك البشري الإنساني لدى المسلم. الخزائن التي لله جل وعلا هي من شؤون الربوبية، بما هو جل وعلا سبحانه وتعالى رب خلق ورزق ثم هدى، فكان الرزق إذن منه وحده دون سواه. ومفهوم الرزق مفهوم عقدي، أي له صلة وثيقة بالعقيدة من حيث هي عقيدة أو توحيد تتعلق بخاصية أو تتعلق بخصوص المعنى الذي يتعلق بالله جل وعلا ربا رازقا. أم عندهم خزائن ربك، أي الرب الذي خلق، مالك كل شيء سبحانه وتعالى، مقدر كل شيء، وهو الذي يملك خزائن السماوات والأرض، هو الذي يملك الملكوت، لأن المالك الحق للرزق إنما هو الذي خلق الأرزاق وقدرها تقديرا سبحانه وتعالى. ولذلك نسب الرزق لله جل وعلا من حيث هو رب واحد وجب أن يعبد وحده، كما في قوله سبحانه وتعالى جل وعلا
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد وصف سبحانه وتعالى في هذه الآية التي أحالتنا عليها الآية السابقة وسنعود إلى الأولى، وصف سبحانه وتعالى بأخص صفاته من حيث هو رب. وما خلقت صفة الخلق، وقد ذكرنا قبل في هذا المجلس وغيره أن الخالقية بما هي صفة لله رب العالمين هي المفتاح الأساس لشؤون الربوبية، لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق وأبدع هذا الكون من لا شيء وخلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا هو وحده الذي يستحق أن يعبد ووحده دون سواه. فتوحيد الألوهية أي عبادة الله تفريدا له بما هو سبحانه وتعالى يعبد أو ينبغي أن يعبد وحده دون سواه، إنما ذلك لأنه هو رب الكون، هو منشي أي الذي خلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق. فهذا التعبير بالجملة الاسمية المؤكدة بالناسخ إن الدال على الثبات والاستقرار والاستمرار، إن الله هو الرزاق. والتعبير بأل ها هنا دال على الحصر، إن الله هو الرزاق أي كأنه قال الذي لا رزاق ولا رازق سواه وحده، كأنه يعني صرح بهذا المعنى. يفهم ذلك من هذا الاستغراق، إن الله هو الرزاق أي استغرق كل معاني الفعل وكل معاني الصفة بما لا يبقي لأحد شيئا ولا جزءا من هذه الصفة. يعني لا يجوز أن ينسب لأحد من البشر ولا الحجر ولا الشجر ولا أي شيء قليل من صفة الرازقية أو من صفة الرزاقية. الله وحده هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، القوي على رزقه، المسيطر على كونه، المقدر للمقادير، المقدر للأرزاق على مقاديرها التي أرادها، لا يزيد أحد عليه سبحانه وتعالى ولا ينقص. ولهذا ما ينبغي إذن أن يفهم بأن لأحد كيفما كان خاصية الرزق أو خاصية التأثير، أي تأثير في مجال الرزق. الذي للإنسان هو الكسب، أما الرزق من حيث هو مفهوم عقدي فإنما هو معنى واحد يتعلق بالله جل وعلا صفة وفعلا، إن الله هو الرزاق. ولذلك أنكر على الكفار وأنكر على كل من يجحد حقائق الربوبية وحقائق الألوهية. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون على هذا الكون المقدرون لأموره المتصرفون في شؤونه؟ إنما هو الله رب العالمين وحده دون سواه، هو الرزاق، هو رب الملك والملكوت، هو المقدر للأقوات ومالك خزائن السماوات والأرض وحده دون سواه، مفاتحها عنده وحده لا تأثير لأحد سواه. هذا كمال الربوبية وجمال التوحيد الذي عليه المسلمون بما صرح به كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه العقيدة الجميلة التي تجعل القلب المؤمن السائر إلى الله حينما يعتقدها وحينما يتعلق بها يشعر بالأمن ويشعر بالأمان ويشعر بالسلم والسلام في سيره إلى الله، لا يخشى لومة لائم ولا يتردد في أمر يرضي الله جل وعلا أن يفعله ولا في أمر يسخط الله جل وعلا في أن يتركه، لأنه آمن بأن الله وحده له الخزائن، له الملك، له الرحمة، له الرزق دون سواه. أنت وأنا نكسب ونكتسب، كل نفس بما كسبت رهينة، النفس معلقة بكسبها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر والعياذ بالله. أما الرزق فمقدر من عند الله جل وعلا. وسأعطيها هنا مثلا، يعني الله جل وعلا إذ قدر لي ولك المقدار الذي أراده هو جل وعلا من الرزق سبحانه وتعالى. كل دابة في الأرض، كل حشرة، كل حي، يعني قل أو كثر، جل أو صغر، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، على الله، يعني الله جل وعلا سبحانه وتعالى هو الذي تكفل، هو الكفيل بالأرزاق. فقدر لي ولك كلا على حدة، أنا وأنت وكل مخلوق وكل مخلوق بعده، يعني من الجن ومن الإنس ومن الحشرات ومن البهائم والأسماك والحيتان، كل شيء
له مقدار كذا من الرزق على موازين عمره من لحظة ولادته إلى لحظة وفاته، لا يزيد رزقه عما قدر الله ولا ينقص. وأتيح لنا الاختيار في الكسب. هذه المعادلة الربانية في التكليف العجيب. يعني الكسب هذا موطن الابتلاء. يعني الرزق ديالك مثلا راه مقدر، مثلا في هذا اليوم هذا وهذا النهار عندك كذا وكذا من الرزق راه مقدر الله سبحانه وتعالى. يعني خدم قداش ما بغيت، الرزق مقدر بكذا وكذا وكذا في ذلك اليوم. احنا نضربوا مثال اليوم. فأنت باش توصل لهذاك الرزق الله تعالى جعل لك الأسباب، أسباب الرزق. هذيك الأسباب اختيارية، أنت اللي تختار السبب باش توصل. فربي تعالى جعل لك رزق كذا مقدر سيصلك قطعا وحتما، لكن أنت تعددت بين يديك سبل الرزق. يعني الطرق لذاك الرزق مختلفة، فيها طرق الحلال وفيها طرق الحرام، فاختر ما شئت منها. فالتكليف والابتلاء كاين في الأسباب. فإذا إذا كان العبد من أهل الله ومن الذين استجابوا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، من الذين استجابوا فاختار السبب المباح أو السبب المشروع وسار إلى رزقه المقدر ابتداء قبل أن يخلق، سار إلى رزقه المقدر، فإنه سيصل إليه بسبب المشروع، بسبب مباح. وعسى بعد ذلك أن يؤجر على ذلك الفعل إذا نوى أنه يعبد الله بفعله ذاك، لأن الأسباب المشروعة يجوز أن تتخذ عبادة أو وسائل لعبادة الله جل وعلا. والرزق هو الرزق، لكن إذا لم يختر السبب المباح واختر السبب الممنوع أو المحظور، السبب الحرام ماشي السبب المشروع، غادي يوصل لنفس الرزق. إلى عنده ذاك النهار 100 راه غيوصل لهذيك 100، ولكن عبر سبب حرام، عبر سبب غير مشروع. فالرزق مقدر 100 هي 100، ما غتزيد ما غتنقص، ولكن شنو اللي تبدل الطريقة باش توصل. فإذا ربي قال لك راه غادي توصل غير سير لها بالطريق المزيان. فأنا قدرت لك رزقك ووقته لك، سيصلك في وقته في موعده، لن يتخلف ولا قيد دقيقة ولا قيد ثانية ولا قيد أنملة، سيصلك. وإنما عليك أن تتسبب إليه بكسب مشروع، فإن أبيت فلك أن تتسبب إليه بكسب ممنوع بسبب غير مشروع، بسبب حرام محظور، فلك ذلك أيضا. هذا الابتلاء. وكما تؤجر على السبب المشروع توزر على السبب غير المشروع. ولهذا جعلت الجنة والنار والعياذ بالله. فلذلك راه فرق إذن بين عالم الأسباب وعالم المسببات. عالم المسببات مقادير جعلها الله جل وعلا مقدرة عنده، هي الموجودة في الخزائن. أم عندهم خزائن ربك؟ الخزائن إنما هي لله، أم هم المسيطرون؟ السيطرة إنما هي لله، لأن السيطرة من الملك، من الربوبية، والرزق من شؤون الربوبية. الرزق من شؤون الربوبية، الشغل ديال رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق دون سوى، هذا المعنى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أي المسيطر على رزقه، المسيطر على خزائنه، المسيطر على ملكه وملكوته جل وعلا. ولك أنت أيها العبد أن تفعل ما تشاء داخل عالم الأسباب، لأنه عالم الابتلاء وعالم الاختبار، هو الذي أتيحت لك فيه حرية الفعل، هو الذي أتيح لك فيه الاختيار في أن تختار هذا الطريق أو ذاك الطريق. وعلى هذا بني الابتلاء. وفي هذا قال الله جل وعلا: وما أنا بظلام للعبيد. لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك إمكانية باش تدير الخير وأعطاك إمكانية باش تدير الشر. أما الرزق فهو قد ضمنه. وقد مثلته في سياق آخر بمثال كأن الرزق شخص نشخصه، نعطيه الصفة ديال بنادم، كيجي يدق عليك الباب في صفة المباح، يعني رزق حلال، هو جا دق عليك الباب. فأنت لما كتفتح، إذا القلب ديالك نشرح الحلال، ها الرزق جا في صفة الحلال، فستفتح له، كدير السبب ديال فتح الباب، هذاك سبب تقبل لك أن تقبل أن يدخل عليك رزقك، هذا المباح. إلى القلب كان إذن قلب صافي، قلب يعرف الله جل وعلا، قلب يتذوق الطعم المباح، يتذوق الخير، فإنه سيقبل الرزق الذي جاءه بصفة الخير، بصفة الإباحة. لكن لما ما يعجبك شيء، باعتبار أن القلب قد أثقل عليه الران، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، من الكسب
من الإثم، الكسب السيء من الإثم، من الذنب والعياذ بالله، الذي يغلف القلب ويوسخه ويجعله لا يتذوق الخير ولا يتدسم طعم الإباحة، فتغلق دونه الباب، كتسد عليه الباب. هذاك الرزق اللي يدق عليك تنكره لأن ما كتعرف شيء الخير. القلب الذي ينكر المعروف سيغلق الباب دون رزقه المباح. وسبحان الله العظيم كنشوفوها شحال من واحد كيجي الرزق الحلال تربين يديه ويدفقوا ويهرقوا ويرميه، لأنه يعني ما يعني لا قلبه لا يعرف الخير. شنو هذاك الرزق كيدير؟ كيمشي ويعاود يرجع له هو النيت، لكن في صفة الحرام، ما يجيش في صفة المباح هذه المرة، في صفة الشر، في صفة إبليسية شيطانية. فلما كيدق وتفتح له تعرفه، لأن القلب الواسخ يعرف الوسخ ويستقبلها آنئذ ويكتب عليه وزر كسبه. أما الرزق المقادير باش جاك في الأول راه هو النيت بنفس المقادير جاءك في المرحلة الثانية أو في الشوط الثاني، لكن الشيطان يزين لابن آدم القاذورات، الأوساخ، الخبائث، وما من حرام إلا وهو خبيثة من الخبائث. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. الرزق راه خاصية من خصائص الربوبية. يكذب عليك الكذاب إذا يقول لك بأنه هو فلان أو علان يتدخل في شأن رزقك، أبدا، هذا شأن رباني لا علاقة له بعالم الأسباب إطلاقا. يعني المعنى ديال الرزق راه صناعة إلهية، فعل رباني لا دخل للإنسان فيه، مقدر يكتب في صحيفة العبد في اللحظة التي ينفخ فيها روحه في بطن أمه، حيث يكتب أجله ورزقه وشقي أو سعيد. تلك مقادير يقدرها الله جل وعلا ويقدرها ويكتبها على العبد، وما عليك بعد ذلك إلا أن تكسب رزقك بما تخيرت أنت وبما أردت أنت من الخير أو من الشر. من هنا إذن العبد حينما يعتقد هذه العقيدة السليمة الجميلة التي تجعل النفس المطمئنة المؤمنة متوكلة على الله جل وعلا حق التوكل، فإنه سيسعى إلى كسبه بالشروط وبالأسباب المباحة. هذه الأسباب المباحة الشيطان يلقي في طريقها الوساوس على قلبك. هنا كاين الابتلاء، هنا كاين السر ديال التكليف باش كتربح الجنة، لأن الجنة غالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فكيبقى الشيطان يوهمك لما دير هذا الامر ديال الخير فلان ما يعجبوش الحال وهادو غيديروا لك وهاد الشركه طردك من الخدمه الا لقاوك كتصلي في الوقت وكتقطع لهم الخدمه ديالك بالصلاه وكذا. واحد العدد اوهام. لان اش كيدير لك ابليس؟ يشككك في عقيدتك في الله، لان كيبدا يزعزعك في الرزق، والرزق لا قدره لاحد على ان يمنعك منه. الخزينة عند من؟ عند رب العالمين سبحانه وتعالى. اعتمد على الله جل وعلا. إذا كتجيك 1000 من هذه الجهة أو هذه المؤسسة أو تلك فأرادت أن تقطعها عنك، فإنما قطع الله عنك أسباب الشر وسيفتح لك قطعا أسباب الخير، لأن المقادير اللي مقدرت ما في الخزينة عنده هو سبحانه لن تتبدل ولن تتغير بما قدر الله فيها، لأنك يتصرف فيها اللي كيتصرف فيها واحد ماشي اثنين، واحد. أم عندهم خزائن ربك؟ لا، ليست عندهم، إنما هي عنده وحده، هو مول السوارت سبحانه وتعالى، وهو صاحب التصاريف والتصرفات الملكوتية في الأرزاق وفي كل ما هو من شأن الربوبية. أبدا وش كل شيء بشر أو لأحد أي تأثير، ولكن القلب يحتاج إلى عمق كبير على المستوى الروحي ليكون من المتوكلين، ليعلم بأن خاصية الرزق إنما هي خاصية ربانية ليست لأحد، فلا يخشى بعد ذلك في الله لومة لائم. تبع طريق الحق وخذ بأسباب الخير وكن على يقين بأن رزقك سيصلك ولن يقطعه عنك أحد. لن تموت يا عبد الله حتى تستوفي أجلك ورزقك، ما تموت إلا في اللحظة التي قدر الله لك فيها أن تموت، مذ كتب أجلك وأنت جنين في بطن أمك، ولن تستكمل رزقك. الرزق ديالك ما ينقص ما ينقطع إلا في اللحظة التي قدر لك بأن تقبض فيها روحك، وبعد ذلك لن يزاد في رزقك شيء ولن يتم أي تغيير ما دام أن الله جل وعلا قد قدر ذلك وكتبه سبحانه وتعالى. فإذا محتاجين احنا العقيدة يقينية، محتاجين التوكل حقيقي، محتاجين فقط إلى معرفة بالله، إن نعرف الله شكون هو سبحانه وتعالى،
ما خصائص الربوبية، شنو هي الخواص ديال الربوبية. فلما تعرف الله سبحانه وتعالى يعني بما يحكم الكون سبحانه وتعالى، بما هو رب للكون يتصرف في شؤونه بما شاء وكما شاء، لا يغلبه على أمره أحد من خلقه سبحانه جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. هو ملشي، هو مول الملك، هو رب العالمين سبحانه وتعالى، المتصرف في المواقيت والمقادير والأعمار، متصرف في كل شيء، وهو على كل شيء وكيل جل وعلا. كاينش اللي كينوب عليه سبحانه وتعالى في الخدمة سبحانه وتعالى، هو الذي يتصرف في الخلق كله خلقا وإنشاء ورزقا وإماتة وإحياء، كل ما يتعلق بالربوبية عنده سبحانه جل وعلا. فالخزائن الواسعة هو مولاها وحده سبحانه وتعالى. ولذلك يعني المؤمن الحقيقي لما يسمع الدعايات ويسمع يعني الكلام الفارغ التي تنطق به بعض الوسائل الإعلامية وبعض المؤتمرات التي يعني فيها نوع من التدخل في شؤون الربوبية، ويخلعوا الناس ويفزعوهم بأن أرزاق الأرض قلت، وبأن في عام 2000 وكذا و50 سيموت الناس عطشا أو يموتون جوعا. يا ربي تعالى حسابه غلط سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هذا كلام خاوي. المؤمن لا يثق بشيء من ذلك أبدا. ربي تعالى اللي خلق البشرية من اللي خلق آدم سبحانه، هكذا عقيدتنا نحن المسلمين، من نهار خلق سيدنا آدم خلق فيه كل ذرة ستكون نفسا إلى يوم القيامة. البشرية زعما هذه البشرية اللي جاية اللي كاينة واللي جاية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى النفخة النهائية الخاتمة الخاتمة، كل ذلك محصي عند الله جل وعلا نفسا. ما غاديش تنزل الأرض نفس وحده ماشي في خبار ربي سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل علمها وخلقها وبرأها وصورها وهي كما أرادها في علمه قبل أن يخلقها، قبل ما ينزلها، قبل ما ينفخ فيها الروح، قبل أن يقول لتلك النطفة كوني فتكون، قبل هي في علم الله جل وعلا. وفي الحديث الصحيح لما خلق الله آدم مسح ظهره بيده سبحانه وتعالى كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فسقطت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. الصور ديال الأنفس كما ذكر غير واحد من شراح الحديث ديال الأنفس اللي غادي يتخلقوا، فسقطت كل نفس هو خالقها، يعني اسم الفاعل في سياق تعبير بالضمير كيعطي المستقبل. إني جاعل في الأرض خليفة، يعني سأجعل، إني خالق بشر من طين سأخلقه، هو خالقها أي سيخلقها. فسقطت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. صور هذه الأنفس ظهرت لآدم عليه السلام، كل هذه الذرية ديالو تعرضت بين يديه. وعلى هذا الوزان يؤخذ قوله جل وعلا وإذا أخذ ربك من بني آدم، تعبير يعني بهذه الإضافة بهذا الشكل من بني آدم كيعني العموم، أي من كل بني آدم، من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين إلى آخر الآية. فيعني هذا الحديث وهذه الآية يعني الحديث يشرح الآية أو قل يفسر جزءا وتجليا من تجليات الآية. فسقطت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فجعل آدم ينظر إلى بنيه، يعني كل هذه الذرية إذن كانت قبل أن تكون. ما معنى كانت قبل أن تكون؟ أي كانت في علم الله بما أراد الله وكما أراد الله في عالم الذر كما يعبرون، أي في عالم الأنفس. ثم جل وعلا خلقها في أبدانها ونفخها أنفسا وأرواحا في الأبدان كلا في موقته. كاين اللي جاء من بعد سيدنا آدم مباشرة كأبنائه المباشرين، واللي جاء في الجيل الذي بعده والقرن الذي بعده والقرن الذي بعده إلى القرن الذي نعيشه. كل أولئك مما كان وهو كائن وسيكون محصي عند الله واحدا. باش يجيو دابا يقول لك ودي الأرض غادي تموت بالعطاش والرزق ما يبقاش أبدا. الله جل وعلا خلق الأرض يوم خلق قدر وقدر فيها أقواتها. فلذلك إذن مصادرة الغيب، تجي الغيب انت وتصادره تمسحه، ما هذه ما غاديش تكون، هذا يعني جهل بالله. هذا يقول هذا الكلام الإنسان اللي ما عندوش عقيدة بأن كاين رب خلق هذا الكون. هذا الكون غادي بالفوضى سبحان الله عن ذلك وعما يصفون علوا وتعالى علوا كبيرا جل وعلا. ولكن لما تشوف الناس كيموتوا بالجوع فمعنى ذلك أنه شيء كيكون رزق شيء،
كاين التعدي في الأسباب، وهذا من أبواب الابتلاء، هذا من باب الابتلاء. يبتلي بعض الناس ببعض، في التعدي كاين والظلم كاين، ولذلك جعل الحساب وجعل العقاب وجعلت الجنة لمن صبر أو شكر، وجعلت النار والعياذ بالله لمن كفر. فإذا هذا سر الابتلاء. فالخلل فين كاين؟ ماشي في المقادير والأرزاق، لا، الخلل كاين في التسببات، لأن التسببات تسند إلى الإنسان وكلفها الإنسان، وبذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، في كسبهم بما كسبت أيدي الناس، في كسب البشر تما كاين الفساد، وليس في فعل الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. أما المقادير فهي مقدرة وموزعة كما أراد سبحانه وتعالى، ويبتلي بأسبابها الناس، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا المؤمن حينما يرى هذه الحقيقة الكونية كما يعرضها القرآن الكريم تحصل له الطمأنينة والسكينة. لو أن البشرية تمشي فعلا بمنطق إيماني في تحليل المعطيات القرآنية وتحليل المعطيات المادية اللي موجودة في الطبيعة من مياه ومن معادن ومن ولكن تستجب لعدل الشريعة، تستجيب لعدل الشريعة، سيصل كل أحد رزقه بالوجه المشروع بلا ظلم وبلا حيف وبلا أي خلل. لكن معروف يعني أنه الآن يعني كما هو واضح وجلي، يعني كاين اللي بغى يأكل يعني المقادير والمحاصيل ديال الشعوب، ديال ملايين ديال الناس، يعني حفنة من البشر تريد أن تحصل على كل أرزاق الكرة الأرضية، ويعيش الآخرون تحت رحمتها جوعا وفي إطار خدمتها وفي إطار التبعية لها. هذا الظلم فين كاين وهذا الخلل فين كاين. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما يبتلي الإنسان يبتليه بهذا الميزان، ميزان العدل، ميزان التكليف الذي يرجع أساسا إلى المعطيات العقدية، في أن الله حينما قسم الأرزاق قسمها عادلة سبحانه وتعالى. وليس معنى العدل أنه يعطي لهذا قدر اللي يعطى لهذا، لا، بل عدله يتجلى في حكمته، لأنه ماشي يعني ديك التسوية ديال هذا 10 هذا 10 هذا 10، بل في حكمته هنالك من تصلحه 10 وهنالك من تفسده 10، ولا يصلحه إلا واحد، وهذا معروف بيناتنا. فكم من شخص فعلا المال الكثير أغناه، رد غني بالمعنى الشرعي للكلمة، بالمعنى الإيجابي للكلمة، وكم من شخص المال الكثير أطغاه، فإنما هذا أفسده وأهلكه وأورده أسوأ الموارد جهنم يصلونها والعياذ بالله. فلذلك ربي تعالى كريم سبحانه، فقد ينقص عبدا في هذه الدنيا، ينقصه شيئا من المادة من المال رحمة به. ولذلك نقرأ في كتاب الله في غير هذه الآية أم عندهم خزائن، هنا خزائن ربك، في الأخرى أم عندهم خزائن رحمة ربك، خزائن الرحمة، أم عندهم خزائن رحمة ربك. فالخزائن يصرفها الله جل وعلا عدلا ورحمة، وتجلت رحمته في عدله كما تجلى عدله في رحمته جل وعلا. ولا يفعل هذا إلا رب الناس، لأن رب الناس هو العليم بطبائع الأنفس، ولا علم لأحد من العالمين بطبائع الأنفس، كل نفس على حدة إلا الخالق سبحانه وحده جل علاه، هو وحده يعلم هذه النفس الفلانية، فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان، ما مقدار ما يصلحه أو يصلحها من المال، ما مقدار ما يطغيه أو يطغيها من المال. ولذلك حينما يريد الله جل وعلا رحمة بعبد يعطيه من الرزق على قدر ما يصلحه، والعبد طمع فيستزيد، فإذا أراد أن يستزيد بغير الأسباب المشروعة وانفتح قلبه على الدنيا بغير توكل ربما ابتلاه الله بأسباب الشر وفتح عليه أبواب الدنيا فأغرقه فيها، فكان سبب مورد الهلاك والعياذ بالله. فلذلك الإنسان ما يتعاندش مع الإرادة الإلهية ويسلم لله جل وعلا أمره صبرا وشكرا، شكرا في الغنى وصبرا في الفقر، ويدعو العبد ربه سائلا إياه العفو. العبد يطلب العفو، يعني حتى لا يبتليك الله بما لا طاقة لك به، حتى لا يبتليك بما فيه شر لك، حتى يبتليك بالخير أحسن ابتلاء وأيسر ابتلاء، وأن يجعلك من أهل العفو أي من المعفو عنهم.
فإذا أدخلك في عفوه وأكرمك بفضله فنعمة هي المنة والرحمة الواسعة من الله جل وعلا. فإذا العبد لما يرجع لله سبحانه وتعالى ويعلم بأنه هو الذي له خاصية الرزق وخاصية العطاء وخاصية المنع، خاصية الخزن، هو صاحب الخزن ومول الخزين، هو جل وعلا الذي يملك ذلك كله وهو المسيطر عليه وعليك. أم هم المسيطرون؟ راه ما كاينش شي واحد اللي كيتدخل يعني في الإرادة ديال الله تعالى ويعاود يعني يخسر الميزان ديال الكون. لا يقع شيء من ذلك إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، ابتلاء للعباد بالخير بالشر والخير. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني يبتلي العباد جل وعلا بما علم في قلوبهم، بما علم ما في قلوبهم من الخير أيضا ومن الشر والعياذ بالله. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. واعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه الموازين هي اللي كتخلي العبد عنده تحصل له الثقة في الله والثقة بالله جل وعلا. هذا المعنى مع الأسف والذي ينقصنا هذا الزمان كثيرا، ضعفت ثقتنا بالله، ولذلك نتردد في الثبات على طريق الخير ونضطرب حينما يعني تقع بنا يعني أقل الابتلاءات في الله جل وعلا، ونحسب أن ذلك يعني مما لا ينبغي، ونحتج على المولى جل وعلا ونستدرك عليه سبحانه وتعالى، وذلك أقل ما يقال فيه حتى إن صلحت النيات أنه سوء أدب مع الله. عيب على الإنسان يستدرك على مولاه، عيب على الإنسان يحتج على مولاه اللي خلقه وبرأه، لأنه ما صنع بك من الابتلاء إلا رحمة بك، إلا أنه أراد بك خيرا بما أردت أنت أن تصل إلى الخير. فلا يريد الله جل وعلا بك إلا الخير ولا يريد بك إلا الرحمة. فإن جاءت لطمة أو صفعة فإنما هي لطمة رحمة وتأديب تربية. يعني أحد الصالحين أحد الربانيين يجيب واحد المثال في بعض كتبه، مثل لطيف جدا، يقول لك هذاك الراعي السارح اللي يسرح الغنم، بحيث يكون عنده ذاك السرب ديالو ديال الغنم غادي يعني عشرات أو مئات الرؤوس غادية، واحد الكبش يشرد على القطيع، يعني كلهم يعني العشرات أو المئات ديال القطعان غادي في اتجاه واحد مجمعين، واحد يشرد على اليمين أو على اليسار، يشذ يمشي بوحده كيجري، كيهز واحد الحجرة ويشير عليه من البعد ويعطيه للقرن أو للراس، وقد تدميه هذه الحجرة وتؤلمه قطعا. لكن هذاك الحولي أو هذاك الكبش غير جهة الضربة مباشرة كيدخل السرب ويرجع إلى حيث أمنوه وحيث خيره، لأنه إذا بقى شارد يأكل الديب. فهو يعني تؤلمه الحجرة أو تؤلمه الصفعة أو تؤلمه الضربة، وهذيك الشيء اللي كيبقى له في مخه ما كيعرفش بأنه لولا هذيك الضربة كان يأكل الديب في خطرة وينتهي أجله. فلذلك تأتي صفعة الرحمة ويأتي الابتلاء للمؤمن، واحد التنبيه يأتيك من مرض أو من ابتلاء أو من مشكل أو من ضيق أو من أي شيء مما يأتيك في رزقك أو في غير رزقك، كل ذلك إنما هو رحمة بك من الله، أو إنما وقع بك رحمة من الله جل وعلا، رحمة منه سبحانه وتعالى بك أيها العبد. فيجب أن تقرأ أن تلك يعني إشارة تأديب تربوية فيها الرحمة وفيها دليل العناية الإلهية وفيها الكرام والجمال الرباني والفيض الرحمن على قلبك أيها العبد، لتتوب إلى الله ولتستجيب إلى مولاك ولتتعرف إليه. راك غلطت في حقه ملي مشيت تقلب على أسباب الشر بما فتنك إبليس وقاعد يوهمك بأن فلان غادي يأثر لك على أجلك وفلان غادي يأثر لك على رزقك. أم هم المسيطرون؟ إذا أنت ما بقيتش كتعرف ربي، كيسحب لك بأن السوارت عند فلان ولا عند علان ولا القوة عند فلان ولا عند علان. القوة كل القوة لله الواحد القهار جل وعلا. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ إنما الخزائن لله وإنما السيطرة الكاملة لله وحده دون سواه، لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه جل وعلا. ثم جاءنا الحق ببصيرة تالية بعدما استجمع خصائص الخزينة وخصائص الفعل الإلهي وملك الكون بما فيه من ملك وملكوت له وحده وبما له من قدرة عليه جل وعلا قاهرة. قال جل وعلا بعد ذلك أم عندهم سلم أم لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين. أم لهم سلم يستمعون فيه. القرارات أو بالأحرى المقادير الربانية في شأن تصرفات الإلهية مما يقع من هذه الدقيقة إلى ما بعد في عالم الغيب، يعني الشيء اللي جاي، هذا علمه وإرادته
قبل ذلك وبعد ذلك لله وحده. يعني ما أراد الله أن يكون الآن أو غدا هو الذي يكون، ولن يكون إلا ما أراد جل وعلا. يعني تدخل البشرية في كل مواقع الأرض، قرارات، هيئات، أفراد، مؤسسات، دول، تحالفات، ويقرروا قرار دولي أو فردي أو أممي أو أي صفة من الصفات، فلن يخرج عما قدره الله جل وعلا. وينزلوا على إرادة العبد ابتلاء له بالخير وبالشر أيضا، فقد تستجيب لك إرادة الله جل وعلا بالخير إن كنت من أهل الخير، وتستجيب لك أيضا بالشر إن كنت من أهل الشر، فيجري سبحانه وتعالى مقاديره. راه ماشي ديالك، ماشي أنت اللي قدرتها، لا، يجري مقاديره على يديك خيرا وشرا بما علم ما في قلبك، بما علم سبحانه وتعالى ما في قلبك، فيبليك ويبتليك بالشر وبالخير فتنة. لهذا إذن يعني الأمور ديال التقدير مما هو كائن ومما سيكون إنما هو لله وحده. في التوقعات، كل التوقعات التي تأتي كلها خاسرة، كلها كاذبة، كلها بائرة. إنما التوقعات أو قل بالأحرى المعلومات من العلم، من اليقين، من القطع، مما سيكون ومما له تأثير في تسيير العالم، مصدره علم الله وحده. أم لهم سلم، كما بغى يكون هذا السلم يعني مادي أو معنوي أو شيطاني يستمعون فيه، يعني يتصنتوا على المقادير كيف تتصرف وكيف ألقاها الله جل وعلا إلى ملائكته، فليأتي مستمعون. هذا اللي عنده الخبر وكيمل عليهم شنو غيكون بالتوقعات، يعني الشيطانية أو الإيهامية أو يعني أو الشهوانية. يعني إنسان كيبغي يخطط بعض الأحيان المستقبل ديالو الفردي أو المستقبل العام الذي قد يؤثر على أمة كبرى أو على مجموعة من الأمم بشهواته، يريد أن يكون العالم أو أن يكون وطن ما أو يكون فرد ما أو مؤسسة ما كما أراد هو، كما أرادت شهواته، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين على أن هذا الذي فعلا سيكون. ولا غير كتشهى وكان ما يمكنلكش تشوف العالم كما تريد أنت، بل سيكون كما أراده الله جل وعلا وبالمقاييس وبالمقادير التي أرادها. فإن وقع شيء على وزان إرادتك فإنما هو ابتلاء من الله لك. هذا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. نعطيهم هذه ونعطيهم الثانية ونعطيهم الثالثة وأملي لهم إن كيدي متين. ما سيقين خبر، إنما هو كيد من الله جل وعلا بما علم ما في قلوبهم من الشر ومن إرادة الفساد في الأرض. ولهذا يغرقهم الله في شهواتهم ويغرقهم في آثامهم حتى إذا أخذهم جل وعلا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. هذه الإرادة الإلهية تتصرف في الأفراد وفي الجماعات وفي الدول وفي القرون أيضا. جيل كامل، قرن كامل قد يهلكه الله جل وعلا بما طغى عليه من الفساد وبما ظهر عليه من الإثم. فيعني هذه الآية أيضا تشعرنا بمعنى آخر، وهو أن الكهانة واستعمال الشياطين سيبقى إلى يوم القيامة، لأنه باق يتلى في القرآن. وذكرت هذا من قبل، أن أي آية في كتاب الله من الخير أو الشر دال على أن ذلك الخير مستمر ودال على أن ذلك الشر مستمر. والآن مؤسسات عالمية في الاقتصاد وفي الثقافة وفي الإعلام وفي السياسة تستشير الكهنة، وهي قنوات تلفزية تعرض الكهنة عرضا يعني عاما وصحف وكتب وكذا، يعني توهم الناس على أنها علم. اللي تبغي تناقش يقول لك هذا كندوز به الوقت وكان. ولكن هنالك عقيدة راسخة عند هؤلاء الضالين المضلين الذين يحرفون عقيدة الإسلام. من أين أتوا على أنه ديك الشيء فعلا راه بالنسبة لهم غادي يوقع، ويتوقعون ذلك ويبنون باش كتعرف بأن داك الشيء يعني كيأمنوا به، أنهم يبنون عليه تصرفاتهم ويتخذون في ضوئه قراراتهم. كتكون قرارات كبيرة تمس قطاعا كبيرا من الناس، قطاعا كبيرا من الناس، بل شعوبا في بعض الأحيان، وقد تسبب حروبا والعياذ بالله بسبب كذبة من متنبئ أو من كاهن أو من عراف أو من شيطان من الشياطين يلقيها الشياطين من الوحي الزور على أوليائهم، فيفسدون بذلك في الأرض إفسادا كبيرا. لا ينبغي للمؤمن ولا يجوز له أن ينسى بأن إبليس عدو آدم وعدو البشرية، عدو الله قبل ذلك وبعد ذلك، راه خدام، وهو لا يزال
بما توعد بني آدم يفسد في الأرض ويغري الناس بالشهوات ويزين لهم الباطل أن كان هذا الباطل وكيفما كان. فهذا ما خصوش يغيب عن الإنسان. ولذلك الشر كل الشر من إيحاء إبليس، وإبليس هو وقبيله يشتغلون في هذا ويلقون إلى الناس ممن يستجيبون لهم ويكونون في صفهم، أي على وزان الشياطين، يكونوا حتى هم شياطين من الجنة والناس. فإذا كل هذا يدل على أن الله جل وعلا قد قطع عن هذه الطائفة من الشياطين التأثير الحقيقي. راه التأثير الحقيقي إنما هو لله. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. فهذه المعلومات الحقيقية التي تؤثر فعلا إنما هي لله وحده، إنما هي لله وحده. وإنما الذي يجعلونهم من كذبهم ومن إلقاءاتهم الشيطانية إنما هي ابتلاءات يملي الله لهم بها كيدا وأملي لهم إن كيدي متين. والمؤمن ما ينبغي أن يفزع من ذلك، وما ينبغي أن يغتر أيضا بذلك. شيء يدخل له الشيطان وبدأ يقول له وقيل هذا الشيء صحيح، فإذا دخل ودب في قلبه شيء من اعتقاد الصحة فقد وقع في قلبه فساد خطير على مستوى العقيدة. ولذلك نهي المؤمنون ومنعوا من أن يستجيبوا للعرافين أو أن يذهبوا إلى الكهانين، لأن ذلك متردد بين الكفر وبين الكبيرة الكبرى. أقل ما يحصل للمؤمن إذا ذهب إلى عراف، أقل ما يحصل له ولم يصدقه يمشي عنده أن تبطل صلاته 40 ليلة. أما إذا صدقه ففي الحديث فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأن عرفت شنو فيه الأمر خطير هنا؟ لأنك تأمن بمرجعية أخرى. دابا الإخوان رحنا في جماعة سيدي سليمان الشراعة. هاد الجماعة هادي كاينة قبل بركان، هي قريبة من بركان. كيبان لي جماعة كبيرة هادي. كبيرة تبارك الله الإخوان. هادي راه مدينة هادي. هاد الجماعة هادي كتلاقى مع بركان، يا ملاصقين تقريبا، صافي غيتلاقاو في البني بحال كيما وقع ما بين الرباط وسلا. توسع في البناء على حساب الأراضي الفلاحية. كيبان لي تبارك الله فيها الرواج هاد البلاصة هادي، محرك الله أعلم.
تبارك الله المحلات هنا كثارين هنا في هذا الشارع هذا. تبارك الله. يا تبارك الله على الخصيصة، كشي ناضي. هاد الوداد انا ما نعرفاش من الوداد. ندور مع الجهة هادي.
معنكش ها رومبوان معنكش. هذه هي الدخله الاخوان ديال بركان، الشارع الرئيسي. مسجد عمر بن عبد العزيز، هذا الجامع كبير تبارك الله. الإخوان فطور بركاني، بركان عاصمة الليمون. بارك الله. شاش تقولوا لي كي جاكم الفطور ديال بركان؟ بسم الله. احنا رجعنا الاخوان من بعد ما فطرنا، نجيبوا شي دورة هنايا في مدينة بركان عاصمة البرتقال والليمون. ليس لكم حق الأسبقية.
ومن بعد غادي نرجعو ان شاء الله نقدروا نطلعوا السعيدية ان شاء الله. بإذن الله تعالى. هاد الموتور هاد النهار تبارك الله ضرب معايا الكيلومتراج. الله العظيم من 3:30 ديال الصباح وهو يخبط مسكين. ضروري جينا البركان، خصنا نشوفوا البرتقاله المره اللي معلقينها من سنين هادي في النافوره. البرتقاله المره ولا البرتقاله الحلوه؟ سير عمار عندك الاسبقيه. اش كتساينوا؟ علاش كتساينوا؟ علاش؟ اتجاه مادة القطب الفلاحي، مذابح بركان، سوق الغنم. عاود غلاوها علينا. اتجاه رأس الماء، القاعة المتعددة الرياضات، اتجاه الناظور. احنا بغينا نشوفوا الليمونة، البرتقالة المرة رمزو بركان. ضروري خصها تدوس في الفيديو، ما يمكنش ما تدوسش. هذيك راه تصور حدا الوالد في السبعينات. خصنا ضروري نوريوها له في الفيديو، شوفها كيفاش ولات. هاد البرتقاله بعيده تبارك الله. حديد الملاح. شوف الطواكس انت، شوف الوقفه وفين واقف، يهرب لك معاهم. قربنا لها على ما اظن. بركان يا بركان. هي البرتقالة المرة، هي غنجيبو عليها الدورة الشرفية وغادي نرجعو باش نمشيو للسعيدية ان شاء الله. هي هادي عندك هادشي تسجل علينا شي مخالفة. سير 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 عمي البوليسي تما، سير 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 اللي يحشمنا. سير
هي البرتقالة. صافي هادشي علاش جيت، هادشي علاش جيت البرتقالة المرة. جينا عمرنا عليهم الرومبوان وغنرجعو دابا. هذا الاخوان شوفوا في طريق السعيدية دابا كاين غير روتور، دابا غير روتور. دابا الاخوان راه حنا في طريق السعيدية